يا صباح الورد ومساء الفل على احلى اخوات وعلى احلى متابعين في الدنيا. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. شايفين المنظر؟ يعني جبت لكم منظر طبيعي طبيعي. بصوا يعني مفيش طبيعي اكتر من كده. طبعا المطبخ يضرب يقلب يعدل، مش قادره اقول لكم. هبتدي. بس الاول كنت قلت ابدا في الغدا لان ده روتين مسائي، مش صباحي. بعد ما رجعت الحمد لله من الشغل وفطرنا وقعدنا وكل حاجة. طبعا في الدنيا في المطبخ تضرب تقلب تعدل. فقلت قبل ما اشتغل في المواعين، يعني ان شاء الله ابدا كده ايه اسلق الفراخ عشان ننجز ونكسب وقت معانا. عشان في اليوم ده ابتديت يومي متاخر شويه. ما ننساش بقى نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. لو اول مره تشوفيني، انا اختك صحرا ودي قناتي. تنسيش تشتركي في القناه وتفعيلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستنوا بكره معايا ان شاء الله ان شاء الله فلوج تحفه 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 انا والبنات. يا رب ان شاء الله كده يعجبكم. وبتمنى طبعا ان انتوا تحطوا لايك وتدوني بقى كده رايكم والكومنتات الحلوه بتاعتكم اللي بتبسطني. طبعا كل الكومنتات. الفيديو اللي فات على جمانة. طبعا شكرا لكل اللي بعت اي كومنت لجوجو. طبعا هي قرت كل الكومنتات. هنا كانت بتملى ازازه ميه، عشان كانت بتحط لي ميه في الكاتل. دي بقى سبونشات جديده انا اشتريتها. ونسمي الله كده بقى ونشمر. علشان خاطر روتين بقى ورغاوي، مش قادره اقول لكم، يعني روتين تشجيعي درجه اولى. المطبخ مش قادره اقول لكم كان مليان كميه مواعين. مع اني والله كنت قبلها بيوم غسله المواعين، والله مش مخليه اي حاجه في الحوض. بس احنا زي ما كل الستات وكل البنانيت الامارات اللي معايا عارفين ان طبعا المطبخ والمواعين بتتكاثر اكتر من النمل نفسه. يعني المواعين بتتكاثر اكتر من اي حاجه في الدنيا ممكن تتكاثر. يا رب تبقوا بخير كده. اكتبوا لي بقى في الكومنتات عاملين ايه، واخبار المصيف معاكم ايه، واخبار الصيف، واخبار الخروجات، وبتعملوا ايه مع اولادكم وبناتكم في الايام الحر الفظيعه دي. وابتديتوا مصايف ولا لسه، وخروجات ولا لسه؟ عايزه اقول لكم انا ان شاء الله باذن الله كده هبتدي حاجه حلوه قوي هقولها لكم برضو. اول ما تخلص هقولها لكم، عايزه اعملها مع البنات ودي تبقى اول مره بعملها لهم. يا رب تبقى كده حاجة حلوة وخير وحاجة كده ان شاء الله يعني.